هيحصل ايه لما الضعيف يواجه القوي؟ لما النمس الكائن الصغير اللي مش عنده غير شوية سرعة وذكاء يقف قدام كوبرا اللي لدغتها والسم بتاعها كفيلة تنهي حياة النمس في ثواني. معركة النمس والكوبرا درس لكل واحد فينا لما يواجه تحديات في الحياة، وازاي نهزم اي صراع في حياتنا. هتكتشف ان القوة الحقيقية مش في الحجم او العضلات. النمس عمره ما بيستسلم للكوبرا ابدا، بيواجه بذكاء ويخلي الكوبرا تضرب الهواء من غير فايدة. بيستغل ان جلده سميك وقوي ضد ضربات الكوبرا السامة. النمس ضعيف العضلات بيشتت انتباه الفريسة ويتعبها ويخلي الكوبرا تفقد تركيزها. مش بيخاف من السم لكن بيتعامل بحذر. بيستغل كل إمكانياته، سرعته ورشاقته، علشان يوجه الضربة الصح وتكون هي الضربة القاضية ويكسب المعركة بشجاعة. احنا كمان بنواجه تحديات صعبة في حياتنا، لكن عدم استسلامنا ومواجهتنا للصعوبات دي يخلينا نقدر نكسب أي ظروف. كل واحد فينا جواه القوة اللي تخليه يغلب أي تحدي بيواجهه. اكتب لنا تعليق ايه أكتر درس اتعلمته من النمس والكوبرا، واعمل لايك واشتراك في القناة علشان توصلك فيديوهاتنا اللي هتخليك أقوى من أي تحدي.